مونيتور ما بحسش لا انا ممكن اعمله احلى، او دي بالنسبه لي الغيره الفنيه اللي جوايا. طيب بما انك دائما تنتقدين نفسك، هل تقبلين انتقاد من حد؟ طيب من اكثر نجمتين ممكن تقبلين منهم الانتقاد بدون حساسيه؟ من زماننا ولا من زمن؟ من اي زمن. اختي طبعا سيبار. لا خلينا نبعد عن صلة القرابة لأنه طبيعي إنه ما راح تتحسسين. مين؟ لا ما فيش. ممكن رندا البحيري، إن أنا رندا صاحبتي على المستوى الشخصي، وعلى طول مثلا بنقعد نتكلم مع بعض في الشغل وبتنصحني وما بزعلش منها. ومنى فضالي. من أكثر فنانتين في الكوميديا تحبين تتابعينهم؟ في الكوميديا؟ في الكوميديا والله كانت زمان إسعاد يونس، وفي الكوميديا كنت بحب شيرين في المسرحية. شيرين في مسرحية المتزوجون. المتزوجون. طيب ونقول من هذا الجيل تحسين في فنانتين يعني هم في الكوميديا شاطرين وعندهم مواهب كثير طبعا، وبعدهم ما استغلوا؟ لا ما اعرفش لسه ما استغلوش يعني بعد عندهم طاقات كثيره بعدها ما طلعت. يعني ما اعرفش، ما ركزتش. ما بس انا مثلا من هذا الجيل مثلا جن مثلا او النجوم اللي من الكوميديين مثلا بحب ياسمين عبد العزيز كمان، لان ياسمين دمها خفيف جدا. بس ياسمين طبعا طلعت ده على الشاشه والناس كلها بعد في طاقه كبيره يعني، ولسه جواها حاجات تانية ممكن تطلع، دي حقيقه. حلو. طيب نقول نجمتين من نجوم العرب ايناس حابه تشاركهم اعمالهم. هيفاء وهبي، مريم فارس. هيفاء وهبي ومريم فارس. طيب اذا جالك مشهد ولو مشهد واحد امام الفنانه هيفاء وهبي وما راح يترك بصمه، هل تقبلين فيه؟ لا طبعا. انت حابه تشاركينهم؟ بس مش مشهد. طيب لو نجمتين من النجوم الاجانب حابه تشاركين مين؟ بنات ولا؟ لا بنات. احنا انجلينا جولي. جوليا روبرتس. سوري يا جماعه في صوت. بعد اذنك يا جماعه، بعد اذنك يا جماعه في حد في الاستوديو يا جماعه. عايز بس مدام ايناس ثاني. مدام ايناس؟ استاذه ايناس النجار. هي الاستاذه ايناس. طيب خير، في حاجه حضرتك؟ يا فندم. مبدئيا انا بعتذر عن طريقه دخولي دي. انا محمد الابلاوي، ملازم اسم الهرم. سعادتك متقدم فيكي بلاغ النصب بتاع النت. طب وحضرتك لو متقدم فيا بلاغ تخشي لي في مكان شغلي؟ مبدئيا انا مش ساكنه في الهرم، انا ساكنه في الدقي. مفيش مشكله، متقدم في سعادتك عندنا احنا في اسم الهرم. انا جاي برضه. طب ولو بلاغ كاذب انت تخشي لي لشغلي؟ انا بقول لسعادتك انا جاي بصفه وديه. من فضلك لو بلاغ كاذب انت تيجي تعملي الاشاره دي في الشغل؟ ما انا بقول لسعادتك انا جاي بصفه وديه، لا بعلي صوتي ولا اي حاجه. طب عشان بحب حضرتك وبحترم حضرتك. بعد ما اخلص شغلي ان شاء الله هطلع ونشوف المشكله. لازم حضرتك تيجي معايا. اكيد طبعا. نجمه محترمه ما اعتقدش هتنصب. طب هقول لسعادتك انا داخل بهدوء جدا. هي بيه خلاص انا داخل بهدوء جدا عشان بحبها. طيب خلاص احنا بنشتغل، فممكن بعد ما نخلص شغلنا لو سمحت. ممكن حضرتك. مفيش مشكله بس بعد اذنك مش عايز استنى كتير. اوكي ان شاء الله 10 دقائق. اتفضل. امتى ان شاء الله؟ لا ما اعرفش. هي انا لقيتها خلاص. شوف لو عنده اذن او شيء. لو بلاغ كاذب انا هعرف اخد حقي كويس قوي، لان دي فضيحه في شغلي. لا اكيد سوء تفاهم، اكيد سوء تفاهم مستحيل. لا ما في شيء. خلاص احنا هنسجل ستاند باي. معلش احنا نعتذر، اسفين. لا ان شاء الله خير. ايناس لو نقول في نجمتين سبق اسمهم في التتر اسم الفنانة ايناس النجار،
ما راح تزعلين او تتضايقين؟ لو اعلى مني لا مش هتضايق طبعاً. لا من جيلك. من جيلي الوحيده اللي ممكن ما ازعلش رندا البحيري لانها بحبها وبعتبرها اختي. هي الوحيدة، في حد ثاني؟ أبداً. طيب لو طلب منك أنه مثلاً نقول منتجتين نجمتين عفواً دخلوا مجال الإنتاج وطلبوا من الفنانة إيناس النجار تدخل معاهم بس من غير أي أجر مادي. ما هو مش عارفه سوري انا مش مركزه كويس بس يعني لو زميلتين من شغلي لا من غير اجر يعني من غير اجر لا طبعا يعني لو كانت صاحبتي طبعا من غير اجر عناية الاثنين بس حد انا مثلا زميل بس لا باجري بس ممكن في مجاملات في الاجر كده بس. حتى لو كان هذا المشهد مثلا راح يترك علامة وبصمة؟ حتى لو. طيب نقول نجمتين تتمنى إيناس النجار تشاركهم بس تكون دور بنت معاهم، يعني نجمتين يمثلون دور الأم للفنانة إيناس النجار. انا كده عملت اللي عليا بعد اذنك. في انا كده حضرتك عملت اللي عليا، انا كده عملت اللي عليا، استنيت سعادتك وقلت باحترام يا مفيش استاذ مشكله. ده ممكن يكون بلاغ، ده اكيد بلاغ كاذب. انت بتهزر؟ مفيش بعد داخلي إذنك في يا شغلي بيه. وجاي تعمل لي فضايح. سعادتك بتزعقي لي؟ بزعق طب لك. قومي لي بعد اذنك. لا يعني مش ايه هقول تقوم لك. لك؟ يعني ايه تقوم لك؟ الهنم عندنا مسجله كده نصب. مسجله كده نصب. حضرتك انا جاي لسعادتك في ايه؟ جيب لي نصب. الأمر. ده اسمه نصب. جيب لي عندنا أمر يا الأمر. استاذه. لا وريهوني. عندنا يا استاذه. وريهوني. عندنا يا ما استاذه. تعليش صوتك. هعلي نفسك. صوتي. لا ما تعليش صوتك بعد بقول لك إذنك إيه، يا بيه لو أنت بتبقى سمحت. محترم هنا. يا في فندم، عايز ايه؟ ده عليك انت. هتعملي ممثله عليا؟ تعمل لي دبورتين وجاي تفرد دراعاتك عليا ولا ايه يا بابا؟ هتعملي ممثله عليا ولا لو ايه؟ سمحت ما تعليش صوتك. وانت هتعمل لي ظابط عليا؟ أنا انت ظابط غصب بره. عني. انت دلوقتي في شغلي. لو سمحت خلص. بعد اذنك يا بيه. انت دلوقتي في شغلي. انت فاكر لو نفسك سمحت تسخرة لا ولا تعلي ايه؟ صوتك لو نعم يا سمحت. روحي يا حبيبي انت هنا في روحك في البلكونة. البيت مش هنا. يلا. وانت برضو بره انا عملت اللي عليا يا بيه بعد يا اذنك. استاذ حسين. انت هتحدثي عليا يعني؟ يا استاذ بعد حسين. إذنك يا أنت بيه. هنا. لو سمحت. حد لكن يشوف دي لنا ايه هنا. قلة الادب دي؟ انا عمري ده ما سب شفت واحد وقص. زيك. ده حاجة اعتبره زي ما انت عايز تعتبره. مفيش استنى. مشكله، احنا عندنا بقى لو نشوف سمحت. الاعتبار. احنا بعد بره. اذنك. احنا عايزين نتكلم. أنا عايزة أكلم بعد إذنك. ما منك إيه؟ بكلمكش أنا. بعد اذنك. ايدك لا. بتهددني بالطبنجة. والنبي لعبه. وعهد الله لعبه. بهزر عليك انت اعصابك اتشال عليكم بجد. لا اسفين مفيش ياسمين يا صلاح. أستاذ فتحي تفضلوا هنا. تفضلوا هنا. أستاذ فتحي. كلمتين افكروا عنك النجمتين معاكي على كتفي من الصبح. احنا اسفين. تحيه للناس يا جماعه.